السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أكواد المنع بشكل عام في تركيا. الأكواد بشكل عام، هناك أكواد تقريبا 25 كود. أكواد منها منع، منها قضائية، منها دخول غير شرعي أو خروج غير شرعي من تركيا، من وإلى تركيا. ولكن أصدقائي، قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا نطلب منكم حطوا إعجاب للفيديو وشيروا الفيديو مشان تعمل فائدة للجميع. لنبدأ على بركة الله. الكود V69 الذين أبطلت إقامتهم. لما اليوم تفوت على أي دولات وتشوف هذا الكود، إذا كانت عندك إقامة فتم إبطالها. كود V160، هذول الأشخاص اللي عندهم هذا الكود V160 ليس لديهم عنوان مثبت في الولاية المقيمين فيها. كود V71، عدم التواجد في العنوان المثبت. كود الزواج المزيف وهو V70 لمين يحطون هذا الكود؟ يحطونه للزواج المزيف، الأجانب الذين يقدمون أوراق زواج مزيفة للحصول على الإقامة. أما بخصوص الكود V77 الذين يتقدمون بطلبات على أساس إنهم من أتراك الأهسكا وهم ليسوا كذلك. كود V84، دخول شرطي إلى تركيا على أن يستخرج إقامة خلال 10 أيام. طبعا يكونون الشرطة المدنية مثلا في الريف الشمالي أو في أي دولة، يكون أجنبي يضع هذا الكود عليه. كود V87 هو كود خطير، وهو كود العودة الطوعية. السوريين الخاضعون لقانون الحماية المؤقتة والذين يعودون إلى بلادهم بشكل طوعي، يتم وضع إشارة تحديد العودة الطوعية V87 بحقهم، وتسقط عنهم الحماية المؤقتة، ويتم إلغاء الكملك بشكل أساسي وطبيعي. أما بخصوص الكود G78 للأجانب المصابون بأمراض وبائية معدية أبعدكم الله عنها. كود G87 قلنا الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام. طبعا الأشخاص هذول اللي يهددون الأمن العام ممكن تكون مشكلة عادية، يحطون قضايا تهديد أمن عام ما في مشكلة، ورغم أنها مشكلة عادية أنت تحسها. مثل اليوم أنت تهدد أي شخص يعتبرونها تهديد للأمن العام. كود تشي وليس تشي 113، الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون بشكل غير شرعي إلى ومن تركيا. اليوم تخرج وتطلع على تركيا وتبصم وناسي حالك أنك مبصم، أو موقفينك على بوابة، أو موقفينك بمكان بنقطة أو بأي ولاية، يحطون عليك هذا الكود وهو تشي 113. أما كود تشي 114 للأجانب الذين تتخذ بحقهم إجراءات قضائية. اليوم أنا قدمت شكوى، وطبعا الشكوى وعارف متأكد 100% إنها معايا والحق معايا، ولكن أفوت على أي دولات ولاقي هذا الكود اللي هو تشي 114. طبعا القاضي أو المسؤول عن هذه القضية بعد البحث في أوراق القضية شاف إنك قدمت 10% من هذه المشكلة، كنت مسبب 10% من هذه المشكلة، فالكود ينحط على مقدم إن كان تركي ولا سوري. إن كانت المشكلة هو مسببها أساسا وأنت عليك فقط 10% من المشكلة، فالكود هذا راح يكون عندك ونازل عندك على الدولات. كود تشي 115 للأجانب الذين يتم إخلاء سبيلهم. اليوم هذا الكود يحطونه يميزون، يعني مصنفين لك كل شيء على حدا، كل شيء مصنفينه على جنب. هذا الكود قلنا
تشي 115 الأجانب الذين يتم إخلاء سبيلهم بشتى القضايا. عندنا كود تشي 116 للأجانب الذين يعرضون الصحة العامة والأخلاق العامة للخطر. عندنا كود تشي 117 للأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، يعني بدون سيكورتا. طبعا ناس كثير تعمل بالمجال هذا، المجال غير قانوني. طبعا ما هاي حلها فيها صعوبة صراحة استخراج السيكورتا. كود تشي 118 للأشخاص الذين حصلوا على إقامة في تركيا ويستخدمونها في أغراض أخرى غير مسموح بها. كود تشي 119 الذين لا يدفعون غرامة العمل. كود تشي 120 عدم دفع الغرامة المترتبة نتيجة الإخلال بالإقامة أو الفيزا. وصلنا الكود تشي 135 التصرف بشكل مخالف لقانون الحماية الدولية والأجانب. طبعا احنا في بتركيا قانون حماية دولية للإخوة العراقيين، وقانون حماية مؤقتة للأخوة السوريين. كود تشي 136 من لم يدفع مصاريف السفر. كود تشي 137 للأجانب الذين يطلب منهم مغادرة تركيا ولا يغادرون خلال المدة المحددة أو المحدودة. كود تشي 138 الأجنبي الذي تم منعه من دخول تركيا ومع ذلك حاول الدخول مرة أخرى، يعني طلعونه من هنا وحاول يدخل ومسكوا عن البوابة يحطون عليه هذا الكود. كود تشي 141 الأجانب الذين دخولهم إلى تركيا مرتبط بموافقة الوزارة. كود كي هذا الحالو المطلوب بتهمة التهريب توضع إشارة التحديد كي للمتورطين المطلوبين بجرم التهريب، ويمكن لهذا الكود أن يتضمن منع الدخول إلى تركيا ويكون فقط سببا في منع السفر للخارج، يعني يحطون لك منع سفر للخارج وللداخل. هذا الكي طبعا خطير جدا. كود N99 كود الانتربول، هذا اللي يتابعونه الجرائم المتعلقة بالإرهاب. كود O 100 للاجئين الذين مكان إقامتهم مجهول وممنوع دخولهم إلى البلاد. كود N82 الدخول مرتبط بموافقة مسبقة عليها الحصول على إذن مسبق. أما الكود V91 يعني منع خروج من تركيا. طبعا أصدقائي في ناس قالت ليش يحطون بالنسبة للي عليهم كود V91 منع خروج من تركيا؟ في ناس قالت هاي مشان يأهلونه للحصول على الجنسية. طبعا حصلت معانا من فترة، رحنا أنا وشاب، فأنا ما أطلع علي أكواد أبدا. طبعا أنا ملفي مسكر، حاول أفتحه بأي طريقة عن طريق تقديم ديلكتشا. الشخص اللي كان معي وقفوا على البوابة فكتبوا، أخذوا الكمية وكتبوا البيانات والمعلومات، وكان عليه كود V91 يعني منع خروج من تركيا. طبعا حسب ما بحثنا على منصات التواصل وكذا وحسب اللي حصلوا على هذا الكود أو إجاهم هذا الكود، قالوا هذا الكود اللي حاصلين على شهادات مثل الماجستير والمخلصين جامعة، فيحطوا لهم هذا الكود يمنعونهم من الخروج إلى تركيا من أجل إعطائهم الجنسية التركية. هذولا بعض الأشخاص طبعا حسب ما شفنا وتواصلنا معهم. طبعا أصدقائي في أكواد بإمكاننا نزيلها عن طريق نحط محامي والمحامي هو يعرف هذا العمل وكيفية إبطال هذه الأكواد. عندنا أكواد كثيرة جدا، احنا قلنا لكم 20، هي تجاوزت 30 الله أعلم، أكواد كثيرة. طبعا في بعض هذا الأكواد بإمكاننا نزيلهن نعملهن إزالة نفس ما قلنا لكم عن طريق توكيل محامي ورفع قضية اعتراض على المحكمة لإزالة هذه الأكواد. في أكواد ما تخوف، أكواد إقامة بسيطة جدا، ولكن قبل ما يفوت الأوان حاول تصحح الأمور وتضبط أمورك على 24. طبعا أصدقائي هاي الأكواد بشكل عام في إلها ضرر حتى على الجنسية، على تواجدك بتركيا احتمال يكون فيها
صعوبة عليك. وفي النهاية أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله